تعليمات الملكية السامية قامت السلطات المحلية مساء أمس بتسليم الدفعة الأولى من الشقق لضحايا حادث انهيار العمارات الثلاث بحي برقون بالدار البيضاء. إبراهيم آفاق ومحمد محرش. تنفيذا لتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله للسلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية والهادفة إلى إعادة إيواء منكوب الحادث المأساوي الذي وقع بحي برقون، فبعد إجراء عملية القرعة واتخاذ الإجراءات اللازمة تم تسليم شقق جديدة للمتضررين تحتوي على تجهيزات منزلية وأفرشة بحي النهضة بسيد البرنوصي. جا سيدنا زارنا تمايا وشافنا، والله ينصر ويعز به هذه الامه، ودابا فرحان الحمد لله، ما بحال كنحس بحال اللي ما ضاع عليا والو. بادرة خففت من معاناة هذه الأسر وتركت ارتياحا كبيرا في نفوسهم، خاصة بعد الصدمة المهولة التي عاشتها ليلة البارحة. هذه البرطمات خفت من الهول ديال هذيك الصدمة، الحمد لله الحمد لله. بعد شويه د الفرحه دخلوا على قلوبنا، بعد حسينا براسنا راه ما تشردناش. كنت مصدوم صدمه واعره، ولكن اليوم حمد الله ملي سيدنا تفكرنا، الله يطول عمره. للإشارة فالحادث المأساوي خلف 4 قتلى وجرحى، فيما زالت عملية الإنقاذ متواصلة. إذن الحادث الفاجعة الذي وقع في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الجمعة بحي برقون خلف حسب حصيلة أولية مقتل 4 أشخاص وإصابة 55 آخرين بجروح. أمين هناوي، محمد العروي ومصطفى وتا. شريط أحداث هذه الفاجعة انطلق ابتداء من الساعة 2:30 ليلا بمنطقة برقون، حين بدأت بعض الشقوق والتصدعات في الظهور قبل أن تنهار 3 عمارات سكنية فوق رؤوس قاطنيها، والحصيلة ثقيلة، 55 جريحا من بينهم 6 إصابات خطيرة و4 قتلى، فيما لا زالت أعمال الإنقاذ متواصلة من طرف مصالح الوقاية المدنية لإخراج باقي الضحايا من تحت الأنقاض. انا ناعسه، داكشي بحال الزلزال كيضرب، شديت امي وتنشهد انا وياها. خويا جاي يخبط مع الدروج، طاح عليه الحيط، وبابا طاح من الجهه الاخرى من البيت الاخر. عشقنا الوالده بقى خويا، عشقنا خويا بالدين، الوالد بقى معشقنا حتى 7 الصباح، مرس في رجليه دينا للسبيطار. جبت البيل، بديت كنقلب على الطريق كيفاش ندير، لقيت المراه عندي مكوانسيه، شدينا من النص، الدري الصغير ما مقيوس ما والو، هزيت الدري غوت على شي ناس هبطوا لي السلوم ما عطيتو لهم. عمارة من 5 طوابق وعمارتان من 4 طوابق انهارت جميعها في لمح البصر، كما تأثرت عدة عمارات سكنية مجاورة تم إخلاء قاطنيها من طرف السلطات المحلية. جينا لهنايا درنا على ليطاج، حنا كنا في ليطاج، حنا ديك الساعه كنجونا لبرقون في السبعينات، حنا على ليطاج. المهم انا ملي جيت لهنا انا باقي هنايا لان ولاد عمي كاين هنايا، لقيت كاين مانون 5 6 ايطاج. الوغ سي با لوجيك دون لو سونس ما كاينش ديك لا فونداسيون. كل ايطاج فيه 2 ديال السكان الا لتحت اللي فيه حنايا وفيه بيزري. العماره قديمه والارض خاويه، والقوادس كيديو لسميتو وكيهبط بين الجليج. ضحايا الحادث تم نقلهم صوب المركز الاستشفائي مولاي يوسف لتلقي العلاجات، فيما تم نقل الحالات الحرجة إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، وقد جندت جميع الطواقم الطبية في مختلف التخصصات لإسعاف المصابين. طحت أنا في باب البيت، وليداتي بقاو لداخل، هو وما ومراتي، اوغوزمون بقاو في واحد القنص، امهم حزمه حرصات عليهم. انا وليت خاصني نفك راسي. بنتي ووليداتها، بنتي وعندها 2 ولد وبنيته عندها يلاه 2 شهرين. الحمد لله على لطف الله، يعني نجاوب بواحد الاعجوبه. الحالات اللي استقبل المستشفى هذا الصباح 44 حاله، فيهم 2 حالات اللي توفوا في عين المكان، و3 الحالات اللي رسلناهم للمستشفى المركز الاستشفائي الجامعي، لانه كيقتضيوا واحد التحليلات اللي في واحد المستوى اكبر من اللي عندنا هنا. الحالات الاخرى تكفلنا بهم بواحد الفريق اللي هو متعدد التخصصات، اللي الخطوره ديالها تستدعي النيفو 3 صيفطناها للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد. حالات فيها بعض الركود وبعض كذلك الاضطرابات النفسيه، وبالتالي خلقنا واحد الخليه ديال المواكبه النفسيه فيها طبيب نفساني. أعمال الإنقاذ ما زالت متواصلة، حيث تم انتشال ضحيتين جديدتين عند الساعة 3:30 زوالا، تم نقلهما إلى مستشفى مولاي يوسف. علاقة